السلام عليكم. لو بتحس انك عليك حاجات كتير، مسؤوليات، عليك شغل، عليك حاجات كتير تعملها بس بتأجل كل يوم زي اللي قبله، كل يوم تقعد تسكرول على السوشيال ميديا كل يوم زي اللي قبله، وتشوف بنات، عربيات، بورن، حياتك بايظه، كل يوم بتحس انك بالعكس مش بتتطور او ثابت مكانك، بالعكس كل يوم بتحس انك بتقل اكتر. فالاحساس ده وحش فشخ حرفيا. والفكره فاكر نفسك عندك تسويف، بس هو مش تسويف. بص، هو المشكله مش في التسويف، بيحصل لي كده اكن حاجه بتسحبني، مشكله اعمق من مجرد تسويف. يعني انا بعتبر التسويف ده، انا كنت بعاني من التسويف ولحد قريب من اسبوعين كنت بعاني منه. وحرفيا هو طبيعي ان انت تفهم ان انت مش فاشل. اول حاجه شيل من دماغك كلمه ان انت فاشل، انت وحش، انت مش عارف ايه. انت انسان زي اي انسان، وانا بعاني من التسويف وانت بتعاني من التسويف، ابوك بيعاني من التسويف، كل العالم بيعاني من التسويف، فعادي يعني. فاهم فكره ان انت تتغلب عليه؟ انت هتبقى ال1% اللي في العالم، مفيش حد مش بيعاني من التسويف. فكره ان انت فاشل، لا، هو انت مش فاشل. وهقول لك برضو ليه انت حاسس ان انت فاشل. الفكره ان انا هعرفك ازاي تتعامل مع دماغك وتعرف ازاي دماغك بتشتغل. دماغك بتشتغل، انا لو عندي حلم معين، لو عندي حاجه عايز اعملها، فربنا مصمم دماغك او مخك على اساس انه يحمي طاقتك، على اساس انه يحميك من الالم، فاهم؟ فلما انا احمي مخي من الالم او لما احمي نفسي من الالم، فايه اللي بيبدا يحصل؟ انا مثلا دلوقتي التسويق بتاعي ان انا هروح الشغل، فخلاص مخي عرفت ان انا عايز اروح الشغل. هو عايز يحميك من الالم، عايز يحميك من الفشل، عايز يحميك من ان انت ممكن تفشل، من ان انت تعمل مجهود، عايز يوفر الطاقه بقدر الامكان. فبيبدا مخك يبعت لك رسالات بقى، طب انا خايف افشل، طب لو فشلت ايه اللي هيحصل؟ طب ما انا اصلا ما عملتش كده قبل كده، طب ما الحاجه دي صعبه، انا لسه هروح ولسه هعمل ولسه هعمل. طب فالفكره مش في التسويف ذات نفسه، الفكره ان ده حاجه بيعملها مخك طبيعي، وطبيعي ان مخك يعملها. مش عشان انت واحد بتسوف يبقى انت واحد فاشل، مخك هو اللي بيجيب لك الافكار دي عشان انت انسان، عشان انت انسان طبيعي. انا دلوقتي عايز اعمل حاجه، مخي بيحاول يوقفني عنها، مش عشان يفشلني بس عشان يخليني ما اجتهدش. هو خايف من الالم، فبيبدا يحط لك افكار، انا فاشل، انا طب لو فشلت ايه اللي ممكن يحصل؟ الحل عندي دايما. فالحل يا جدعان مش ان انت تقول انا فاشل، الحل مش ان انت، الحل ببساطه خالص في التسويف، الحل البسيط فشخ انك تقعد مع نفسك. تقعد مع نفسك ازاي؟ هقول لك 3 حاجات تعملهم، هم دول اللي هيساعدوك حرفيا تتخلص من مشكله التسويف نهائيا، عشان تبقى فعلا راجل يعتمد عليه. ما تعتمدش على مشاعرك، ما تعتمدش على حاجه. التسويف هتلغيه بحياتك. اول حاجه ان انت تقعد مع نفسك، ان انت تعرف نفسك. انا لاحظت وانا كان عندي مشكله التسويف ولسه هتجيلي وهتغلب عليها تاني، وهتجيلي وهتغلب عليها تاني. كل مرحله كده نفسك بتلاقيها زهقت من الحياه وبيجي لك مشاكل زي التسويف. فاول حاجه انا قعدت مع نفسي، فعرفت ان انا كنت في الان مايندفولنس. ايه الان مايندفولنس؟ ان انت بتبقاش موجود في البيئه اللي انت فيها. يعني انت هعمل فيديو عنها ان انت مش موجود اصلا. فكره ان انا مش موجود، انا دلوقتي قاعد في البيئه، انا ممكن ابقى قاعد مع صاحبي بس انا مش موجود معاه. انا قاعد لوحدي في الاوضه بس انا مش موجود مع نفسي. انا قاعد لوحدي مع عارف احساس لما تبقى المدرس بيشرح بس انت كده تفوق، يسالك سؤال قوم جاوب وانت تقول له حاضر يا استاذ وكده. لما تقعد مع نفسك وتقعد تسال نفسك انا ليه بسوف وليه بعمل كده، وتبدا تحس بنفسك وتبدا تركب دماغك بمعنى اصح، هتبدا تتحكم فيه. فمش دماغك هو اللي هيتحكم فيك ويخليك تسوف. فالمشكله انا بدات اعمل ايه؟ انا بدات بيحصل لك حاله يا جدعان اسمها، الحاله دي بتحصل بسبب السكرول. مخك عامه مش متعود ان هو يقعد يسكرول على السوشيال ميديا ويقعد يشوف الفيديو ده ويشوف الفيديو ده، كميه المعلومات اللي بتجيله فزهق. انت اصلا مش قادر تكمل فيديو 5 دقائق زي الفيديو بتاعي عشان تحل مشكله التسويف. ليه؟ بسبب السكرولينج على السوشيال ميديا. كميه المعلومات اللي بتدخل في مخك مش مصمم يحصل له كده، فيبدا يحصل لك تعفن دماغ، تحس ان انت مش موجود، تحس ان انت منعزل مع افكارك. فمخك كل ما تزود السكرول وكل ما تزود التوهان في افكارك، كل ما دماغك هتتحكم فيك اكتر. كده انا عايز اقول لك الحاجه اللي تعملها اللي هتخليك تركز مع نفسك، تبدا تركب دماغك او تتحكم في دماغك بحيث انك انت اللي تسيطر عليه، مش يبقى هو اللي راكبك او يبقى هو اللي مسيطر عليه او عليكي. ودي برضو معظم مشكله الناس اللي بتعمل بورن وكده، البنات او الاولاد، ان انت بتبقى قاعد فجاه بتدخل على جوجل BORNHUB على طول، تدخل تعملها، تسال نفسك انا كنت فين؟ طب انا ازاي؟ ما انا كنت عارف انها غلط، ليه عملتها؟ الفكره ان انت ما كنتش موجود وانت بتعملها، انت كنت مغيب وانت بتعملها، لان مخك مسيطر عليك ساعتها. التمرين اللي انا بعمله واللي نافع معايا اليوجا، مش اليوجا اللي هي الصلاه الهندوسيه الغريبه دي، ولكن اليوجا هي اسمها يوجا بس احنا مش بنعمل اليوجا بتاعتهم. بتبدا من 4 خطوات. اول خطوه بتعملها ان انت بتبدا تغمض عينك، تقعد تسترخي، تغمض عينك، غمض عينك، هتاخد نفس عميق. فانا بعد ما خدت النفس، المرحله الثانيه اللي هتحصل لك ان انت هتبدا تسرح في افكارك.
تفكر في شغلك، في مشروعك، في البت اللي خزوقتك، في الواد اللي خزوقك، في مشاكلك، في ابوك، في خناقتك، في لعب الكوره، في الجيم، في كل حاجه. الخطوه الثالثه هتبدا تستوعب ايه ده، انا قعدت دقيقه وبعدين سرحت في افكاري. الخطوه الثالثه هبدا استوعب ان انا سرحت في افكاري. الخطوه دي انت بتعرف مخك ان مش انت اللي متحكم في الافكار، انا اللي بتحكم في الافكار، واعرف افكر امتى وما افكرش امتى. عشان كده بلاقي كوتش في الجيم كان بيقول لي، حرفيا كوتش في الجيم اللي هو المفروض واحد بيركز، بيقول لي انا تايه في افكاري، انا مش عارف اركز في اللي هو الاوفر ثينكينج ومش قادر، انا تايه في افكاري. عشان كده دي مشكله معظم الشباب. الظروف صعبه وظروف البلد صعبه وظروف العالم صعبه، فازاي تتخلص من الحاجات دي؟ ان انت تحس بنفسك. فاول خطوه انا بغمض عيني واخد نفس عميق. النفس العميق ده ببدا احس بمناخيري وهي بيدخل فيها النفس، ومناخيري وهي بيبدا يخرج منها النفس. بتحس ان صوتك بدا يعلى. اعملها من دقيقتين، ممكن توصل لنص ساعه بعد كده، بس اعملها كل يوم دقيقتين لحد ما تتعود عليها. انا دلوقتي بعملها 5 دقايق كل يوم، ده اللي انا شايفه مناسب ليا. لما تعملها وتتعود عليها هتبدا مش اللي هو يجي لك فكره يلا نعملها، تبدا تحس ان انت راجل متزن، راجل عقلاني ناضج. مهما كان سنك ناضج كفايه ان انت تمسك افكارك، متعود ان انت تمسك افكارك. انت متعود اي فكره تجيلك خلاص يلا نعملها، او اي فكره تجيلك حتى لو فكره وحشه انا فاشل خلاص انا فاشل. انت ازاي كده؟ اي فكره تجيلك لازم تفلترها، انت راجل وانت بنت قويه. الحاجه الثانيه بعد ما تحس بنفسك وتسيطر على افكارك، انك تستهي في الموضوع. يعني ايه اسوأ سيناريو ممكن يحصل لو ما عملتش، لو عملت الحاجه دي؟ ايه اسوأ سيناريو؟ مثلا هموت، الحياه كده كده فاهم. طب ايه اسوأ سيناريو؟ ايه اسوأ، ما فكر ايه اسوأ سيناريو، بعدين فكر لو ما عملتهاش ايه اللي هيحصل، ايه اسوأ سيناريو لو عملتها، ايه اسوأ سيناريو لو ما عملتهاش. فانا كنت بالنسبه لي في التسويف انا عايز ابدا القناه دي، عايز ارجع انزل فيديوهات عليها. فقلت لا بص، انا هستنى سنتين كمان اكون كونت افكار واكون خدت خبرات في حياتي اكتر وقعدت اكتر، وببدا بقى ايه افيد الناس من ساعتها. الغباء ده بعد سنتين وبعد 4 سنين هيجي لي افكار تانية. طب ايه اسوأ سيناريو لو عملتها؟ عادي هبدا اتعلم اكتر وافيد الناس اكتر. فبدات افكر في نفسي. الفكره ان انت مش مدي نفسك فرصه. كفايه سكرول، كفايه يعني قلل شويه، ادي نفسك وقت في العالم ابن الجزمه ده ان انت تفكر في نفسك، ان انت تشوف نفسك. ولو رجعت للدين هتلاقي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقعد مع نفسه، مع مراته، مع ربنا، بس بيدي وقت لنفسه. مع الصلاة فاللي هو مع ربنا، بس مع نفسه يقعد مع نفسه يفكر، يشوف نفسه أنا مين؟ محدش هيقدرك. أنا لو ما حبيتش نفسي، لو ما فهمتش نفسي أنا مين، بحب إيه، بكره إيه. عشان كده هسيب لك ملف أسئلة في 50 سؤال تجاوبهم عن نفسك، هتبدأ تعرف فيهم نفسك وتبدأ تعرف أنت مين. أنت مش عارف أنت مين. الفكرة كلها إن التسويف نتيجة لحاجات إحنا مش عارفينها. التسويف نتيجة إن أنت مش عارف تتحكم في أفكارك، وقلت لك إزاي تتحكم فيها. التسويف نتيجة إن أنت مكبر المواضيع، مع إن الموضوع عادي. انت مكبر الموضوع ان هو هقرا كتاب، ودي حاجه طبيعيه. مخك يقول لك ايه الغباء ده؟ طب انت ممكن تبدا ب5 صفحات. الفكره انك مستعجل. كل ده نتيجه لانك مش مدي وقت لنفسك. انا بتعصب من ايه؟ طب انا ليه مش بصبر؟ اتمنى اكون حللت مشكله التسويف، وعشان كده سبت لك ملف 50 سؤال تبدا تجاوبهم في اي وقت فاضي، وانت في الشغل وانت في كده، وانت ممكن تجاوب كل شويه 10 اسئله. المهم في الاخر لما تجاوبهم هتبدا تعرف نفسك، وهتبدا 90% من مشاكلك هتختفي، لان معظم المشاكل. عشان كده ربنا بيقول لك في القران ايه؟ وقد افلح من زكاها. لما تزكي نفسك وتبدا تعرف نفسك، والحل مش انك تبطل، الحل انك تبدا بنفسك، تزكي نفسك. كل واحد هنا محتاج يبدا بنفسه. وعشان كده افتكر دايما ان انت مش فاشل. احنا هنا في الحياه عشان نصنع نفسنا، مش عشان نلاقي نفسنا. في اي ظرف صعب انت بتتصنع تحته، وبتبقى راجل اكتر، وانت بتبقى بنت قويه اكتر، وجاهزه للصدمات، وجاهزه لفشخان الحياه اللي هتلاقيه. تمام؟